صدمة قبل المونديال. فوز تكتيكي في الشوط الأول وكارثة كروية في الشوط الثاني. هذا هو العنوان الأبرز لودية المنتخب الوطني أمام النرويج، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، لكنها تركت المدرب محمد وهبي في حيرة حقيقية أمام مواجهة مرعبة ومصيرية ضد راقصي السامبا المنتخب البرازيلي. بدأت المباراة بنوايا تكتيكية مكشوفة وواضحة من الناخب الوطني الذي دخل بالتشكيلة الرسمية التي يتوقع أن يفتتح بها المونديال. في الشوط الأول شاهدنا نسخة مرعبة من أسود الأطلس: انضباط تكتيكي عالي، ضغط متقدم، وبناء هجومي جماعي ممتع يعتمد على الكرة الراقية بعيدا عن أسلوب تكتل الدفاع المنخفض الذي شاهدناه في مونديال 2022. هذا الأداء المبهر أحرج العملاق النرويجي وجعل الصحافة العالمية تحذر وتقول: احذروا أسود الأطلس. في هذا الشوط كسبنا صلابة دفاعية وإعادة بثنائية سفيان ديوب وشادي رياض التي وقفت سدا منيعا أمام عمالقة النرويج أمثال هالاند وسورلوت. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد ضربت لعنة الإصابات الرواق الأيسر للأسود في مقتل. ناصير مزراوي غادر أرضية الملعب في الدقيقة 28 بعد تعرضه لخلع جزئي على مستوى الكتف. ورغم أن الفحوصات الأولية من المعسكر في الولايات المتحدة الأمريكية تطمئن الجماهير بأن الإصابة ليست بالغة وتتطلب راحة لبضعة أيام فقط، إلا أن غيابه المحتمل عن اللقاء الافتتاحي يفتح باب تساؤلات. الكارثة الحقيقية تجسدت في الشوط الثاني عندما دفع وهبي بالبدلاء لتجربة أداء، وهنا ظهرت العورات الدفاعية بشكل فاضح، خاصة مع دخول يوسف بالعمري الذي بدأ تائها وفقد الرقابة الدفاعية وسوء التقدير أمام سرعة المرتدات تماما تحت الضغط العالي للخصم. ومع إصابة البديل الآخر أنس صلاح الدين بشد عضلي خفيف، أصبح الرواق الأيسر صداعا حقيقيا في رأس الطاقم التقني. الصدمة الأكبر التي هزت أركان البعثة المغربية هي إصابة النجم عبد الصمد الزلزولي بعد سقوط غير متعمد إثر التحام هوائي مع زميله شادي رياض. المؤشرات الأولية والحصرية تؤكد وجود التواء في الرباط الداخلي للركبة، ورغم أن الرنين المغناطيسي هو الفيصل النهائي لتحديد مدة الغياب بعد زوال التورم، إلا أن مصادر مقربة تؤكد بمرارة أن الزلزولي في طريقه لخسارة المونديال رسميا. هذا الغياب المفجع يضع محمد وهبي أمام خيار الخطة البديلة بلان بي. فمن يعوض الزلزولي؟ اللائحة الاحتياطية تضم اسم أمين السباعي، لكن الأنظار تتجه بقوة نحو اللائحة الموسعة التي تضم سفيان بوفال وعثمان معماها. بوفال يمتلك الخبرة المونديالية الكبيرة والقدرة على صناعة الفارق، لكن علامة استفهام تظل حول لياقته البدنية وقدرته على العطاء الأكثر من 60 دقيقة. في المقابل يبرز الشاب عثمان معمع كخيار مثالي، لاعب يمتلك الطراوة البدنية، السرعة الفائقة، والمهارات الفردية العالية التي يمكنها خلخلة الدفاعات الخصوم على الأجنحة، وهو الذي تألق سابقا تحت قيادة وهبي في مونديال الشباب. الأوراق اختلطت، والوصفة التكتيكية لمواجهة البرازيل يجب أن تركز الآن على الهجوم الجماعي والدفاع الجماعي الشرس. فالخطأ أمام رفاق رافينيا ولويس باكيتا يعني نهاية الحلم قبل أن يبدأ. فهل ينجح أسود الأطلس في تجاوز محنة الإصابات وصناعة التاريخ من جديد؟